صحيح. أنا أريدك أن تقترب الآن وتبدأ تعطينا فكرة عن حياتكم. أنت طبعا قلت لي ذهبت وعمرك في السادسة وطردتم وعمرك تقريبا كان 16 أو 17 صح؟ تماما بالتقريب. يعني أنت 16 سنة. عشت 6 سنوات في الجزائر كطفل. لا أكثر من 6 سنوات، من 62 حتى ل 75. أنت قلت ذهبت وعمرك 6 وغادرت وعمرك صح أكثر أيوه صح أنا في الحساب ضعيف شوي. على كل حال، على كل حال. قل لنا كيف كانت حياتك مع الجيران، مع حياتكم يعني ما قبل العاصفة، ما قبل الطرد. هو صراحة راه المعاملات ديال المغربي والأخلاق ديال كل مغربي هي اللي كتخلي على أساس أن تكون المكانة ديالو مزيانة ما بين الجيران وما بين الأصدقاء وما بين الأحباب مثلا والمعارف. راه التصرفات ديال أي مغربي هي اللي تلزم الآخر على أساس أنه يتعامل معه ولكن هذا لا يمنع أن أثناء بطبيعة الحال الدراسة إلى غير ذلك كانت تحرشات كثيرة من الأطفال الجزائريين اللي كانوا كيقراوا معايا بالخصوص. لحظة أنا هذه حقبة مهمة جدا، يعني كان نوع من التمييز أنك مغربي، لم تذوبوا في المجتمع الجزائري، كان ينظر إليكم فعلا. كانت حتى من بعض الأساتذة وأتذكر جيدا واحد الأستاذ ديال الرياضيات كان يكرهني مع العلم أنني شخصيا مع العلم كنت أنا الأول في القسم، ما كنتش نخليه يتكلم، ما عندوش يمكن فين يتكلم، وكان يكرهني. وعندي واحد الصورة في حفل ديال آخر السنة، والله العلي العظيم إلى المصور خدا له الصورة وهو يشاهدني ويوجه لي نظرات ديال الكراهية. ما يمكنش فقط يمكن أنك كنت مشاغب وآذيت. لا لأنني كنت مغربي فقط، هذا هو اللي كاين، ما كانش شي حاجة أخرى. يعني كنت تشعر بهذا كنت مغربي وكنت متميز داخل المؤسسة، لأن كانوا كل الأساتذة الآخرين يحبونني كثيرا وكانوا يقدمونني في الصفوف الأولى، وحتى مثلا في الحفلات إلى غير ذلك. وسنويا كنت الحمد لله كنت أتمكن أن أحصل على العديد من الجوائز سنويا. المهم إلى أن جاءت طبعا اللحظات ديال الطرد، ولكن قبل عملية الطرد والإخراج ديالنا من المنزل عانى الوالد ديالي من واحد العدد ديال المضايقات بطبيعة الحال من رجال الأمن، سواء من المخابرات اللي كانت تابعة للدرك أو الجيش ولا حتى ديال الشرطة. كانوا كل مرة كيجيو إما يتم الاستدعاء ديالو ياخذوه من المعمل، بمعنى من شركة سوناتراك من مدينة أرزو، أو لا بعض المرات من المنزل، وتم تفتيش حتى ديال المنزل ديالنا عدة مرات من طرف رجال السلطة الجزائريين. هذه بأيام قبل العملية ديال الطرد، هي كانت بدات العملية ديال الطرد بالذات. عفوا، هل كل الأسر المغربية كانت تعاني ما تعانونه أنتم، أم أن الموضوع مقتصر على أسرتك فقط؟ لا، هذا أمر ربما كان مقتصر على أسرتي، بحكم أن الوالد ديالي كان في الجيش، بمعنى عنده اطلاع على أمور كثيرة إلى غير ذلك. هنا باش يعرفوا واش عنده تنسيق، لأن كانت بالذات كانت التهم التي وجهت للوالد. التهمة الأولى متعلقة بأن السيد ميمون معيسى كان هو المسؤول عن جمع أموال عن المغاربة القاطنين في الغرب الجزائري وإرسالها إلى المغرب من أجل المساعدة في المسيرة الخضراء. هذه تهمة. وكانوا يناديوا عليه إلى ذلك باش يبحثوا معه في الأمر. لما اقتربت الأمور أكثر، كانت التهمة الثانية على أساس أن اتهم الوالد بأنه يحبك بعض الأمور المتعلقة بتفجير شركة سوناتراك اللي هي شركة البترول الجزائرية المتواجدة في وجاوا البيت ديالنا إلى غير ذلك، وقاموا بتفتيش ديال البيت في كل الأماكن. وبعد ذلك السلام عليكم خواتي صافا لاباس عليكم؟ نتمنى نهاركم يكون داز مزيان، ومرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما عودناكم دائما الجديد الفيديوهات الرائعه والحصريه على القناه ديالكم، واليوم فيديو جديد، فيديو رائع، فيديو كيستحق المشاهده. ما غنحرقش عليكم المراحل، غنخليكم تشوفوا وتكتشفوا وتعطونا الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم اسفل الفيديو. وكيف ما شفتوا معنا في المقدمه ديال الفيديو، كيف ما غادي تشوفوا معنا في التتمه ديال الفيديو، لهذا اي مغربي يتفرج ما تبخلوش لنا بواحد لايك، بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. وبالنسبه للناس اللي ما اشتركوش في القناه، نتمنى انهم يشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس، هكا غتوصلوا بالفيديوهات لحظه على نشريت وتستمتعوا بالحلقه بطبيعه الحال. خليكم تشوفوا حكموا ونتلاقاو في النهايه. قاموا باختطاف الاخ ديالي الاكبر، الاخ محمد الله يرحمه. تم الاختطاف ديالو من الشركه اللي كان كيشتغل بها في مدينه ارزو، وحتى هي الشركه كانت تابعه شركه المانيه، ولكن كانت
تابعه للشركه ديال سوناتراك اللي كيصنعوا المواد المستخرجه من البترول الى غير ذلك. الاخ ديالي هذيك الليله ما جاش للمنزل، انتظرناه ما جاش، والوالد انا ذاك مشى تواصل مع المعمل وبالخصوص مع البواب، الناس اللي كانوا مكلفين بالبوابات ديال الشركه، وقالوا له على اساس ان جاوا بعض الاشخاص في سيارتين ودخلوا داخل الشركه واقتادوا معهم الابن ديالك، مشى معاهم الابن ديالك، حنا ما عرفناش شكون هما هذوك الناس. وبالتالي عرف الوالد بان كانت هذه عمليه احبكت بطبيعه الحال ودبرت للوالد والعائله ديالو. وانا ذاك حاولت اتواصل مع كل الضباط اللي كانت عنده علاقه معهم، الضباط الجزائريين وكانوا باقي في الجيش، وهذوك قاموا بالعمل ديالهم بطبيعه الحال. والاخ ديالي وجد في واحد سميتو البراج، بمعنى مركز دركي، مركز موجود في الطريق دركي للدرك. كان هما اللي وقفوا ديك السياره اللي كانت غادي تاخذ الاخ ديالي الى وتسلموا الى البوليزاريو. هكذا قالوا لكم؟ هكذا هذا الشيء اللي قالوا له الاصدقاء ديالو اللي في الجيش، قالوا له الابن ديالك كان خداوه وكانوا غادي يسلموه للبوليزاريو. هادو الضباط ديال الجيش الجزائريين هم من اخبروا الوالد، اذا قالوا له خصك تاخذ الاحتياطات ديالك السي ميمون. ولكن ايام بعد ذلك جاو كان يوم، هذاك اليوم كان الوالد موجد داير واحد الحفل، ماشي حفل ولكن مأدبة عشاء، وكان مستدعي فيها رئيس البلديه اللي هو كان الجار ديالنا، وثم معاه واحد ضابط ديال الدرك اللي كان صديق ديالو كان تعرفه، وكاين واحد رجل اعمال مغربي اللي كان متواجد، وهذا رجل الاعمال كانت عنده الجنسيه الجزائريه ومغربيه في نفس الوقت. وكانت الوالده كانت تحضر. انا في هذيك العشيه انا يلاه جيت من الثانوي، كنت في قسم الثانوي، جيت بعد المغرب مباشره، دخلت للدار، نزلت المحفظه ديالي في الباهو ديال المنزل الكولوار، ومشيت مباشره لعند المطبخ بطبيعه الحال. ملي كيجي التلميذ والبرد، كان البرد وكانت الامطار كتنزل الى ذلك وكان واحد البرد خالص، التلميذ يجي جيعان، مشيت مباشره للمطبخ وطلبت من الوالده، قلت لها واش كاين ما باش تعتقينا بها الوالده. قالت لي سير شوف، خذ الا بغيت شي حاجه خذها من راه تما في الفريجيدار، خذ ودير في الخبز. دابا راك شوف فيا راني، قالت لي راني لاهيه نوجد العشاء الضياف اللي غادي يجيو. حنا كننتظروا الضياف، فاذا به في هذيك اللحظه بالضبط كنسمعوا واحد الدق بالباب قوي. دابا انت داخل الان في يوم الترحيل ولا ما زالت تحدث قبل؟ انا في يوم الترحيل، دابا خليني استعد نفسيا، الله يرحم لك الوالده، لانه دابا انت ستحدثنا عن شهاده رايتها بام عينك، وكان عمرك 16 سنه، قلت 16 سنه. تماما في يوم الترحيل عدت من المدرسه جوعان تبحث عن شيء في المطبخ. ايوه قالت لك الوالده؟ ايوه سير، قالت لي سير خذ، شوف في الثلاجه، خذ داك الشيء اللي وجدته. انا دابا راني لاهيه في ايجاد المأدبه ديال العشاء للضيوف اللي غادي يجيو. على كل حال انا ذاك كان واحد دق قوي في الباب، والوليد كان يعزم على اساس انه يصلي المغرب، كان غادي يصلي المغرب. قالنا حتى واحد ما يفتح الباب. هذا الدق في الباب او هذا الضرب على الباب ماشي بريء، يعني من نوع الدقه، عرف انه في شيء، عرف بان، لان كان كيتصادر في هذيك اللحظه. لما فتح الباب دخلوا مباشره، جاوا داخلين لابسين زي مدني، ولكن فاتحين المعاطف ديالهم، فاتحين المعطف ويوريو الناس السلاح اللي كان عندهم داخل تحت المعطف، وهما الرشاشات الصغيره كيتسموا المات 44، هذه مات 44 رشاشات امنيه كانوا كيديروها تحت. اذا وراونا هذاك السلاح وانبهرنا في هذاك الامر، في هذيك اللحظه. قالوا الوالد، قالوا له قول للزوجه ديالك باش تجمعوا الاغراض ديالكم، غادي تمشي للمغرب. الوالد قال لهم مرحبا. مصطفى، قبلها ما اعطوكم انذار؟ ما قالوا لكم انكم ستغادرون؟ بدون اخبار سابق، بدون اشعار، بدون كذا. وهذه المساله هذه تمت على جميع المغاربه. راني غادي نجيك من بعد نقول لك الحالات مثلا اللي كان طبعا. انت تتحدث عن ليله العيد ولا يوم العيد؟ لا كان داز العيد، احنا يوم 27 ديسمبر كان داز يوم العيد. العيد كان في 10 الايام الاولى من شهر ذو الجنبير. العمليه ديال يعني لم يتم ترحيل المغاربه كلهم في يومه، لا الترحيل لم يكن للمغاربه، كان في لا بالذات بايام قليله قبل العيد
ثم استمرت ايام العيد ثم بعد العيد الى نهايه شهر دوجنبير. احنا تقريبا كنا مع المجموعه الاخيره اللي غادي طيب صورنا المشهد وانت ترى اولئك الناس في بيتكم لاول مره، وكيف كان المشهد المرعب هذا؟ تماما. الوالد ديالي مشى تكلم مع الوالده الى غير ذلك. الوالده طفات النار على المسائل اللي كانت باقي تطبخ الى غير ذلك، طفات عليهم النار، اطفأت النار ومشات المسكينه للبيت ديالها وبقات كتجمع الاغراض ديالها. انا ذاك ماذا اشاهد؟ كانوا زوج ديال المدنيين دخلوا حنا كنقولوا لها الصاله، بمعنى البيت او المكان. نعم صالون يعني الصالون. ايوه الصالون. وحنا كان عندنا صالون من طراز مغربي 100%. حتى الزربيه اللي كانت في الارض راه الاخوه المغاربه يعرفوها، كانت زربيه رباطيه شراها الوالد من مدينه الرباط وحولها الى الجزائر. زربيه رباطيه بيضاء نصيعه البياض. وكانت الوالده ديالي خوفا على اساس انها من انها تتوسخ ديك الزربيه، كانت مسكينه دايره واحد البلاستيك. ايوه بلاستيك الميكا. بلاستيك بيضاء مغلفه، مسكينه كبيره مغلفه بهذيك الزربيه. وملي هذيك باش كانت كتخاف، ولكن ملي كانوا غادي يجيو الضياف كانت ازالت هذيك الميكا، ازالت هذيك فاذا بي انظر لهذوك الزوج من رجال الامن، انا واقف عند الباب وكنشوف فيهم دخلوا وطلعوا فوق الزربيه بالاحذيه ديالهم، والاحذيه ديالهم كانت واسخه عامره بالغيس، تراب زائد الامطار الى غير ذلك، وطلعوا فوق هذيك الزربيه تيتمشى. وكنسمع واحد تيقول للاخر، قال له شوف هذا المروكي كيفاش عايش هنا، قال له عايش كما الملك نتاعهم. لا اله الا الله. والله العلي العظيم، والله العلي العظيم الا تنزل لي في الاذن هذه الكلمه. وانا شفت فيهم من القدم ديالهم حتى للراس ديالهم، شفت فيهم واحد النظره زعما ديال. بعدين الوالد انا ذاك قالنا حنا كنا الاخوان الكبار وداك الشيء اللي متواجدين في المنزل، قالنا الهاو مع الاخوان ديالكم الى غير ذلك، جمعوهم باش. المهم جينا خارجين، واثناء الخروج ديالنا انا اثناء الخروج ما حملته في يدي هي المحفظه اللي كنت جيت بها من المؤسسه، وهذيك كانت عربون ديال استكمال الدراسه ديالي الحمد لله في البلد ديالي. حملت المحفظه وشديت من اليد ديال واحد. ماذا تقصد بالمحفظه؟ يعني ما يحتفظ بالاوراق ولا محفظه الفلوس؟ لا هذه محفظه مدرسيه، محفظه مدرسيه. الشنطه ديال المدرسه. الشنطه ديال المدرسه هذه اللي من جيت من الثانوي كنت نزلتها في الباو، ما خديتهاش للبيت، البيت ديالي مع الغرفه ديالي، ولكن نزلتها بالباو فقط. وكنت جيعان مشيت مباشره للمطبخ اطلب الاكل اطلب الاغاثه. فاذا ولم اعلم انني ساصوم ليومين. المهم على كل حال من هذا ما علمناه بطبيعه الحال. من بعد الوالده زغرتت، دارت واحد الزغروته. انقطع صوتك ولم انا بالنسبه لي لم اسمع. انقطع صوتك عندما قلت انك حطيت الحقيبه في الباهو. بعد من جينا خارجين، من جاو مخرجيننا من المنزل، ما حملته انا من المنزل هي الحقيبه ديالي فقط، حقيبتي المدرسيه هذيك هي اللي كانت عربون من اجل استكمال الحمد لله دراستي بالمغرب. فيها اوراقك؟ كان فيها اوراقك؟ فيها اوراقي، فيها الدفاتر ديالي، فيها الكتب الى غير ذلك والمستلزمات المدرسيه فقط، هذا الشيء اللي كانت فيها. على كل حال من جينا خارجين، حنا كانت عندنا المنزل مرتفع عالي، وكان فيه الدرج كينزلوا للمدخل اللي كانت عباره عن حديقه، ثم عاد الباب الخارجي كنخرجوا. اذا من جينا نازلين حنا مع الدرج، الوالده نتاعي اطلقت زغروده. احنا ما عرفناش كيفاش الوالده اطلقت زغروده، ولكن انا بقيت اتساءل. فاذا به الوالد ديالي يتوجه بالكلام لهذوك رجال الامن، قال لهم اتعلمون لماذا انا طلبت من الزوجه ديالي تزغرت؟ بقاو ساكتين ما عرفوش. قال لهم طلبت منها تزغرت مرتين. المره الاولى يوم كان الاستقلال ديال الجزائر، واستقلت الجزائر ودخلت بالابناء ديالي للجزائر. والمره الثانيه بمعنى يوم غادرت البيت بالمغرب، ويوم استقلت الجزائر وغادرت البيت ديالي المغرب، واطلقت الزغروته الاولى. والزغروته الثانيه يوم انني انا ساستقل من الجزائر وساعود الى المغرب.
والله العظيم لم يتفوهوا بكلمة واحدة، بقوا ساكتين. قال لهم أنا فقط لي لكم طلب واحد، وهو عندي ابن آخر غير موجود معنا في البيت، هو موجود مدينة وهران التي كانت تبعد علينا بحوالي 87 كيلومتر، وكان في القسم الداخلي لأنه كان كيدرس في التخصص تقني، وكان في سنة البكالوريا. هو كان سنة البكالوريا، هو الاسم ديالو حسن. إلا راه موجود الأخ المشرف، إلا كان موجود الأخ حسن يطلعوا لي أنه غادي يكمل القصة ديال العائلة، بمعنى ما عاناه حسن من بعدنا. حسن عاد ولم يجدكم طبعا. بطبيعه الحال هو ملي رجع للبيت ما وجدناش في البيت، اذا هنا كانت مأساة اخرى اللي غادي يعيشها الاخ حسن. اذا هنا تم بطبيعه الحال قالوا له فاش غادي تمشي انت تجيب الولد ديالك الابن ديالك؟ قال لهم يمنحوني ساعتين، منحوني جوج ساعتين غادي نمشي نجيب الابن ديالي، نخرج السياره ونمشي نجيب الابن ديالي. قالوا له المفاتيح ديال السياره وينهم؟ دارهم في الجيب، قال لهم ها هما المفاتيح. خداو له المفاتيح، قالوا له الابن ديالك ستجده في المنطقه الحدوديه، في الحدود. قال لهم السياره. اخذوا السياره طبعا، اخذوا السياره واخذوا المنزل وكل شيء، اللوازم اللي موجوده في المنزل. هذه تمت المصادره ديال جميع الممتلكات ديالنا. انا ذاك الوليد قال لهم الحمد لله انا ربيت الرجال وما غاديش نخاف على الابناء ديالي لانهم رجال. إلا كان السي حسن موجود يطلع باش يكمل. اكمل انت المشرف يبحث عنه. اكمل. بعد ذلك تم الاقتياد ديالنا في شاحنة خاصة اللي جات لأجلنا فقط، حافلة صغيرة ماشي شاحنة، حافلة صغيرة تابعة للأمن. خداونا المخفر الشرطة مباشرة. ايوا في مخفر الشرطة لما نزلنا وانزلونا ماشي من المدخل الرئيسي هذاك المخفر ديال الشرطة الكوميسارية الكبرى، ولكن انزلونا في الظهر ديالها. كان في الظهر ديالها موجوده واحد ساحه كبيره وغير مغطاه، ولما دخلنا من هذيك الساحه وجدنا العديد من المغاربه نساء واطفالا وشيوخا تحت الامطار، تحت رحمه الامطار، وفوق الارض جالسين مساكين، والبرد قارس، والاطفال يبكيوا الى غير ذلك، وكل ام واب يحاول ما امكن انه يقي الابن ديالو ولا الابناء ديالو من هذيك البرد ومن هذيك الامطار بالوسائل المتاحه له. تم ادخال الاب ديالنا ودخلونا معاه حنايا. انتم الان في قسم الشرطه صح؟ في قسم الشرطه. تم الادخال ديال الاب ديالنا الى غير ذلك، وطلبوا الوثائق ديالو. قدم لهم بعض الوثائق بالخصوص جوازات السفر، لان الوثائق اللي كان عندها ارتباط بالجيش وشهادات ديال اللي تعطات وزاره المجاهدين الجزائريه الى غير ذلك، هذيك ما بينهاش، ما كانتش موجوده عنده، كانت عند الوالده، كانت عند الام، هي اللي كانت محتفظه على ذوك الوثائق. المهم هو بعد ذلك، من بعد ما صوروهم هو والاخ ديالي، لان كانوا كل مغربي اللي يتجاوز 18 سنه في العمر ديالو كان يتم اعطاء لوحه باليد ديالو وتوضعوا فيها واحد رقم استدلالي، وكيصوروه من الواجهه مباشره وبالجانب، بحال اسرار حرب ولا اسرار سجون، بمعيه هذاك الرقم اللي كيكون تيحملوا بيده، بمعنى اللي كتب في هذيك اللوحه اللي تعطات له. بعد ذلك دخلوهم للسجون التابعه لذاك المخفر، وداخل السجون كم كان عدد المحتجزين في ذلك القسم؟ كانوا كثار لدرجه ان الوالد ملي فتحوا له الباب ديال السجن اللي كانوا موجودين فيه، الغرفه اللي كانوا مسجونين فيها المغاربه، من فتحوا له الباب واحد المغربي قريب يطيح مسكين، بمعنى انه كان اكتظاظ داخلي، كانوا كلهم واقفين. وانتم كاطفال في القسم اين وضعوكم ايضا في نفس المكان؟ احنا خلاونا مع الوالده، ولكن اخي الاكبر ووالدي هما اللي خداوهم داروهم في داخل الغرفه ديال السجن. وملي كانوا غادي يدخلوهم قالوا بقاو كيتكلموا مع الاخرين، كيقولوا لهم دخلوا زيروا الداخل، بمعنى دخلوا الداخل، حاولوا ما امكن انكم تلتحموا الداخل. باش دخل الوالد وغلقوا الباب بمعنى بالقوه، غلقوا الباب عليهم بالقوه. يحكي لنا الوالد انه كان مره بمعنى هذوك الساعات اللي كانوا مسجونين فيها في ديك الغرفه، كانت كل مره مثلا يجيبوا دلو فيه ماء بارد وكانوا يفرغوه تحت الباب باش حتى لا يتمكن السجناء من الجلوس في الارض، لان غادي الارض تبلل بالماء وكان الماء بارد لان كان فصل الشتاء، حتى لا يتمكن لا الشيوخ ولا الناس الكبار انهم يجلسوا في الارض، ولكن خصهم يبقاو واقفين.
وبالتالي كان واحد المجموعه ديال الشباب هما اللي كانوا مساكين يعني يحاولوا يساعدوا. من غرض التعذيب هكذا؟ هذا تعذيب، هذا نوع من التعذيب بطبيعه الحال، تعذيب المغاربه. طيب دعني اوقفك هنا، يعني عفوا، يعني بس انا اسف، انا متاكد ان المستمعين لا يريدوا ان اقاطعك، لكن انا احب افهم، يعني هذا الرغبه في كان بامكانهم ان يرحلوكم في ظروف انسانيه محترمه، صح؟ يعني كما يرحل الناس، يعني ان ياتوا ويقولون لكم لو سمحتوا انتم غير مرغوب بكم في هذه البلاد، ويرحلوكم في ظروف انسانيه محترمه. لكن ممارسه الاذلال انت كيف تفسرها؟ لماذا؟ يعني ما مصلحته ان يعذب طفل او امراه او انسان كان يقاتل في جيش التحرير مثل ابيك؟ يعني والله ايش غادي نقول لك، هذا نوع من التعبير، نوع من التعبير عن الكراهيه والحقد الى ذيك اللي كانت تجاه المغاربه. لانه احنا واخا ملي كنا في الجزائر كنا تنسمعوا مجموعه من السباب اللي كانت كتوجه لنا، اما كيقول لك اما المروكي الخانس، بمعنى المروكي المتسخ. هذا دائما اثناء ما هذا السبب اللي كان دائما، هذا السبب. اما يقول لك كيف يقول لك المروكي ايش؟ المروكي الخانز بمعنى المروكي المتسخ، معروف. او لا يقول لك المروكي القبايلي، او شريعه الحسن الثاني. لا، لانهم كانوا كيكرهوا القبائل، الناس ديال القبائل نتاعهم. بمعنى انه الا سمعك ما تكلمت بالامازيغيه غادي يقول لك المروكي القبائلي. وكانت السبه الثالثه وهي المروكي اليهودي. الله هادو ثلاثه ديال السباب اللي كنا تنسمعوهم يوميا، لدرجه انك توجد حتى الناس الكبار الا سبك مثلا طفل ولا الى غير ذلك من نفس السن ديالك، الكبار كيبقاو يضحكوا، الكبار من السن من الجزائري كيضحكوا، يعجب لهم الحال. يعني مساله السب هذه قديمه من تلك الفتره. هذه كان هذا هو كان التعليم ديالهم، كانوا يعلموا لهم هذا الشيء. المهم على كل حال، ايوه ارجع الى قسم الشرطه. ايوه نبقاو في قسم الشرطه. قلت لك هذه كانت نوع من انواع ديال التعذيب، بالاضافه بطبيعه الحال للسب والشتم والقذف اللي كان، والنزع ديال الاغراض الخاصه ديال الناس والتفتيش ديالهم الى غير ذلك. هذه كلها امور تمت داخل المخافر، بالاضافه للمخافر الاخرى اللي كانت فيها تعذيب جسدي، واللي كانت فيها اغتصابات للنساء والفتيات المغربيات الى اخره داخل المخافر ديال الشرطه والمعتقلات اللي كانوا موضوعين فيها، وحتى لدرجه القتل. كاين بعض الحالات اللي عندنا احنا من بينهم حالات العائله ديالهم اللي قدموا شهادتنا وقدموا شهادات ديالهم امام في مجلس حقوق الانسان في جنيف امام لجنه الاختفاء القسري، اللي تم القتل ديالهم داخل المعتقلات الجزائريه، داخل المخابر ديال الشرطه اثناء العمليه ديال الطرد، اثناء عمليه الطرد. اذا هذه كلها كانت امور عندها علاقه كيف قلت بالاذلال، وبمعنى انه ينزل لك الراس ديالك الارض كيف ما كان باي طريقه كانت. المهم على كل حال الى ان جاءت الثالثه صباحا. يعني لحظه كم مكثتم في القسم؟ من الساعه كم الى الساعه كم؟ كانت حوالي تقريبا السابعه، هكذاك السابعه والنصف ملي غادرنا من المنزل، وصلنا مع ديك 8 هكذاك الثامنه، نقول من الثامنه ليلا، منذ الثامنه ليلا، لان كان فصل الشتاء، كانت الثامنه ظلام، ديك الوقيته كان الليل، من الثامنه حتى الثالثه تقريبا صباحا. مع الثالثه صباحا جابوا الحافلات المخفر ديال الشرطه، وبقاو تيركبونا ديك الوقيته، تركبونا معيه المغاربه كاملين اللي كانوا غادي ياخذوهم للحدود الجزائريه المغربيه. وكانوا كبار صغار نساء رجال اولاد كلكم، الاطفال من الرضع الى الشباب الى ذلك، الى الكهول الى النساء، وكانوا معنا حتى الناس اللي خرجوهم من المستشفيات، اخرجوا المرضى من المستشفيات وجابوهم من المخافر ديال الشرطه، ومن بعد مساكين ركبوهم معنا في الحافلات. منهن نساء اللي كانوا حوامل، وكان منهن الذين وضعنا حملهن في الطريق، في الحافله، اثناء الطريق، اثناء مثلا الطريق او التوجه الى الحدود المغربيه الجزائريه، لان الحدود كانت تبعد علينا من مدينه مستغانم حوالي 340 كيلومتر. بالتالي اخرجوا مرضى كانوا في المستشفيات مغاربه وودوهم ترحيل. مباشره على المخافر ديال الشرطه ثم الترحيل. كباقي المغاربه اللي خداوهم من الاماكن ديال العمل ديالهم مباشره المخافر ديال الشرطه، التلاميذ اللي خرجوهم من المؤسسات التعليميه مباشره مخافر للحافلات، ومباشره الى الحدود دون الاخبار ولا اشعار ديال الاباء ديالهم ولا اولياء الامور ديالهم. المهم على كل حال حنا انا ذاك صافي اقلعت الحافله اللي كنا فيها، وكانت سابقنا واحد المجموعه ديال الحافلات اخرى،
وفي الطريق ملي كنا كنمروا على بعض المدن، لان كانت طلعت شويه النهار، كنا تنمروا على بعض المدن، كنا كنوجدوا جزائريين في الطريق اللي كانوا يكملون لنا السباب. مرحلون. احنا مرحلون، نحن كنا مرحلون، وكانوا من الجماهير الجزائريه اللي كانت متواجده على جنبات الطريق في بعض مداخل ومخارج المدن، وكانوا يسبوا المغاربه، والبعض فيهم حتى انه كان يحمل حصى ويضرب هكذا، يضرب بالحصى الى غير ذلك. روحوا لبلادكم، روحوا لبلادكم الى ذلك. مغاربه اليهود. هذا السباب هذا بهذا الشكل الاكثريه، الى ان وصلنا للنقطه الحدوديه ديال زوج بغال، اللي تسمى في الناحيه المغربيه بزوج بغال، والناحيه ديال الجزائر حاليا بالعقيد اللطفي. انذاك كانت كتسمى في الناحيه ديال الجزائر بزوج فاكو. في المنطقه المغرب كتسمى زوج بغال، والمنطقه ديال الجزائر في النقطه الحدوديه ديال الجزائر كتسمى زوج فاكو. المهم ملي وصلنا للحدود المغربيه الجزائريه، صعد واحد الضابط جزائري برتبه ملازم، وبقى كيتكلم، وقالنا حنا كنعتذروا على هذا الامر هذا، ولكن هذا حنا غير الاستجابه للطلب الملك نتاعكم الحسن الثاني، هو اللي طلب عليكم على اساس انكم باش ترجعوا للبلاد ديالكم المغرب، وبالتالي الجزائر غير كتلبي الطلب ديال الملك الحسن الثاني. ولكن كنتاسفوا لان بحكم ان المغرب فيه المجاعه وما فيش الخيرات بحال اللي كاين في الجزائر الى ذلك، والناس كتعيش واحد الرعب داخل المغرب الى ذلك، وكاين فتنه كبيره، وكنتاسفوا لان هذوك الناس اللي دخلوا قبل منكم راهم ذبحوهم باش يوجدوهم كاكل ليكم انتم اللي غادي تدخلوا اليوم. هادشي كله من اجل مصطفى، من اجل ترهيب وترعيب الناس. جيرانكم عندما جاءوا لكم بالحافله ياخذوكم من البيت، الجيران الملاصقين لكم الذي عشتم معهم فتره طويله، ما فيش كان رده فعل مثلا حق الحكومه؟ كانت رده الفعل ديالهم مساكين. انا زعما نهضروا بكل صراحه، كانت عندنا معهم علاقه طيبه، الجيران اللي كانوا ملتصقين مع البيت ديالنا. ايوه، الجيران ديالنا المباشرين صراحه خرجوا مساكين كيبكيو بكاو وجاو سلموا علينا وودعونا وقالوا لنا ان شاء الله غادي نشوفوكم ان شاء الله عما قريب، وغادي ترجعوا ان شاء الله عما قريب الى ذلك. هادشي اللي تمناوه هما مساكين، ولكن حنا كنا متاكدين بان ما كانش رجوع، ما غاديش يكون رجوع. اذا قلت لك الوالد انذاك نهض وتكلم مع ذاك العسكري خطبه بقوه، والاخ ديالي الكبير بقى كيشد في الوالد ديالي باش ما يتعصبش اكثر، لان كان خاف عليه. ماذا عن اخوك الذي كان في وهران؟ هو حسن، هذا هو اللي موجود معنا. ايوه، هذا حسن غادي سيكمل. هذا دعوه يروي لنا، غادي نخليه بوحده، غادي يروي القصه ديالو هو، يروي القصه ديالو ان شاء الله. على كل حال الاخ ديالي الكبير تكلم مع ذاك الضابط، قال له ودي شوف راه الوالد ديالي راه حتى هو راه كان ضابط سابق في الجيش الوطني الشعبي الجزائري، وكان سابقا في جيش التحرير الجزائري، كانت الرتبه ديالو كذا الى غير ذلك. انا هذاك الضابط قال للوالد، قال له الا عندك الوثائق اللي تثبت ذلك، انت دابا غادي تنزل وغادي نرجعوك للمنزل ديالك. قال له الوالد حرام في الدين، حرام علي ان اوجه الوجه ديالي للاتجاه الاخر. انا وصلت حتى للبلاد ديالي وحدود ديال البلد ديالي، والحمد لله رب العالمين كرمني من هذا الامر، غادي ندخل للبلاد ديالي. وهو من تكلم على المجاعه في المغرب الى غير ذلك، لان الوالد ديالي قبل العمليه ديال الطرد، بمعنى في فصل الصيف، كان دخل للمغرب وبالسياره ديالو، وملي كان راجع، لان ما جلسش بزاف، جلس واحد الاسبوع تقريبا على اغراض ديالو خاصه، وملي كان راجع للجزائر في الحدود، لان كان قبل هذا الشيء، قبل العمليه ديال الطرد، هذا في الصيف قلت لك، في شهر 7 اعتقد. وكانت عنده الحاويه ديال السياره الاخير اللي في ظهر السياره مليئه بجميع انواع ديال الفواكه. كتعرف انه فتره الصيف في المغرب الحمد لله يكون الدلاح، يكون البطيخ، يكون الخوخ الى غير ذلك، كل شيء هذا الحمد لله الخيرات كانت موجوده. وكانت لامال، بمعنى لامال ديال السياره اللي هي الحموله ديال السياره كانت مليئه. وملي دخل للحدود فتح هذيك لامال ونادى على بعض الاصدقاء اللي كان كيعرفهم من الجزائريين تما، بالخصوص واحد الضابط ديال الجمارك، وجاو كانوا خداو بعض شي حبات ديال الدلاح. اذا هذه العمليه حكاها الوالد لهذاك الضابط، قال له انت اللي كتقول المغرب فيه المجاعه، قال له غير هذه 3 شهور، قال له الا راه كان فلان هنا موجود، بمعنى فلان الضابط فلان الا كان موجود هنا، الغالي نادي عليه، والا كان مثلا الكوميسار
ضابط الشرطه اللي موجود عندكم هنا راه باقي كاين هنايا، قال له نادي عليه. هذه 3 شهور قال له سبقت، قال له ناديت عليهم وجاو خداو مطابه من الارزاق اللي كنت جبتها معايا من المغرب. ودابا انت كتقول بان المغرب فيه المجاعه، قالوا ما تحشمش. ايوا تما الاخ ديالي تدخل وقال له وطلب زعما من الاب ديالي باش يجلس، وطلبنا منه حنا رغبنا الوالد باش يجلس. ايوا انا ذاك ملي نزلنا في طيب لحظه المنطقه الحدوديه، واش غادي نقول لك؟ لا قبل ظروف السفر، يعني انت كم قطعتموها؟ يعني اولا من الساعه 8 خرجتم من البيت، 8 9 10 11 12 1 2 3، يعني هذه 8 ساعات وانتم في القسم تقريبا الى 9 ساعات. ثم بعد ذلك وانتم عندما اركبوكم على الحافلات كم من القسم الى ان وصلتم الى حدود وجده او الى جوج بغال؟ 11 ساعه. 11 ساعه وانتم فوق الحافلات. 11 ساعه طريق، لانه وصلنا تقريبا مع هذيك الزوج ونص. احكي لنا ظروف السفر. توقفتوا؟ لا، لان الحافلات كانت كتمشى ببطء كبير، فهمت؟ ما كانتش كتسرع، ما كانتش كتمشى بسرعه، كتمشى ببطء كبير. وبالاضافه ان داخل الحافلات كان كل حافله فيها دركيين او لا جنديين كيحملوا السلاح، واحد في الوراء في المؤخره ديال الحافله، واحد في المقدمه ديال الحافله، يحرسون هاد المغاربه اللي هما مدنيين ما عندهم مساكن غير الابناء ديالهم اللي شادينهم في يديهم. طيب اشرح لي هذه كم قلت لي كم ساعه؟ 11 ساعه. 11 ساعه. الاكل، قضاء الحاجه، المرضى، الاطفال يمثلكم؟ لا والو. كيف واحد لا زير راسك صافي. ايش اللي والو؟ ما كانش نزول نهائيا من الحافلات، لدرجه ان شوف لدرجه ان بعض الامهات بغاو غير الماء باش يرضعوا الاطفال ديالهم، لان كانت عندهم ديك الغبره ديال الحليب ديال الاطفال، وكان خصهم الماء مساكين باش وامتنعوا باش يعطيو لهم هذيك البودره، بمعنى ذاك الغبره ديال الحليب، ذاك مسحوق الحليب. لا اكل لا شرب لا والو. حنا ما كان عندنا والو في البطن، كنا جوعانين وعطشانين، ما شربنا ما اكلنا اكل. مثلا حنا منذ 7:30 من بعد الخروج ديالنا من المنزل ما شربنا ما اكلنا اكل، حتى اثناء الطريق الى حدود وصلنا الى الحدود. اذا ما توقفت الحافله مثلا في منتصف الطريق تقول يا جماعه اللي ناوي يريد شم هواء، اللي ناوي يروح المنتجع الصخره، المنتجع ما في سيرفيس في الطريق، ما فيش سيرفيس، ما كانش سيرفيس، لا والو، ما موجودش نهائيا. لا اله الا الله. الى ان نزلنا في محطه بطبيعه الحال ديال الحدود، وتما بدات تعود العمليه ديال التفتيش من جديد لكل الامهات والاطفال الى غير ذلك، لدرجه ان واحد من الاخوان ديالي الصغار سميتو عبد الله، ما عرفتش واش راه يكون حتى هو موجود في تحت، ولكن هذا كان صغير انذاك، كان في عمره 6 سنين، كان صغير. اخوك هذا الاخ ديالي عبد الله هو ساكن في هولندا حاليا، دابا موجود في مدينه في هولندا كان داير اليد ديالو، يديه بزوج كان دايرهم في الجوارب ديالو ديال السروال، من البرد مسكين، كان داير اليدين ديالو في الجوارب ديال السروال ويرتجف في الجيوب ديال السروال، وكان يرتجف. وشافوا واحد رجل امن شافوه، قال له شوف هذاك ربما راه مخبي الفلوس اللي عطى له باه ولا عطات له امه في الجوارب. شوف له في الجيوب ديالو واش راه ممكن راه خايف على الفلوس اللي راهم مدسينهم تما ولا ذهب الى غير ذلك. وهو قال له خرج اليدين ديالك، شنو عندك في يدك؟ خرج يديك. زعف عليه وخرج مسكين الاخ ديالي يديه، وقال له افتح يديك. ملي فتح يديه كانت القريصات، هما يسمى بالخشيبات، هما اللي يدرسوا بهم في المدرسه. عرفتهم دوك القريصات؟ ما هي القريص؟ يعني اقلام، هما الشكل بحال اللي كاين الخشيبات. كتعرف الخشيبات الخشب. الخشيبات هما ادوات الاقراص المدرسيه، الاقراص المدرسيه اللي يتعلموا بها الحساب. هي مصنوعه من البلاستيك. وجدوها في جيبه. وجدوها في جيبه. هذاك الذهب ديال امه ولا الى غير ذلك. فاذا به من وراء لهم اليدين كانوا عندهم مسكين هذوك الاقراص. على كل حال، طيب ماذا عن اشياء الناس؟ يعني مثلا ذهب النساء، الاشياء الثمينه التي كانت في البيوت. النساء كانوا يتم النزع في المنطقه الحدوديه بالخصوص.
اي حاجه ديال الذهب كانت ظاهره اللي ظهرت، سواء كانت على العنق او بالاذان او بالايدي. اي امراه تحمل مثلا خواتم، او مثلا اللي كان عندهم حلقات بالاذن الى ذلك، او اي سلسله مثلا ذهبيه بالعنق، يتم الانتزاع ديالها. واللي ما بغاتش يتم الانتزاع داك الشيء بقوه، انتزاع داك الشيء بقوه. صادروا كل شيء ثمين، صادروا كل شيء حتى الاموال. لان انا الوالد ديالي ملي فتشوه للمره الثانيه، وكان يعتقد بان ما غاديش يكون عنده تفتيش المره الثانيه بعد التفتيش المره الاولى في المخفر ديال الشرطه. كانت عنده واحد حامل معاه واحد المجموعه ديال النقود الجزائريه بطبيعه الحال اللي كانت عنده، كانت في الجيب. هذيك خداوها له وعطاو له واحد الوصل مقابل هذاك الاموال اللي كانت عنده في الجيب. طيب ومن بعد اخيرا كيف استقبلتم في وجده؟ من بعد تجاوزنا للخط الحدودي الجزائري والوصول ديالنا الى الخط الحدودي المغربي، تما كان حشد من المغاربه يدعون الله سبحانه وتعالى، رافعين الكفوف ديالهم وكيقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل من شيوخ. فوالا خوتي خواتاتي، وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، يكون حسن الظن ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش بواحد لايك، بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. خوتي خواتاتي، خليت لكم الراحه، نلقاو في فيديو جديد. الله